عمرك لبست حاجة مش شبهك بس علشان ما تحسش إنك غريب وسط الناس؟ النهاردة هنتكلم عن البدل اللي مش مقاسنا واللي بنلبسها كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. لا، بنبقى واخدين بالنا كويس قوي وشايفين إنها مش لايقة علينا لمجرد إنها مخليانا شبه اللي حوالينا. البدلة هنا مش الهدوم، البدلة هي حقيقتنا اللي جوانا، الكلام اللي بنقوله عكس ما بنحس، الشغل اللي مش حابينه وبنعمل فيه مجهود خرافي علشان يطلع مننا مظبوط، والشخصية اللي بنتصنعها علشان نرضي الكل. احنا بنعمل ده لأننا بنفتكر إن ده الأمان، لكن الحقيقة إنه عبء تقيل قوي بنشيله على ظهرنا. مرة كنت في مناسبة وشايفة شخص لابس بدلة شكلها حلو قوي بس واضحة إنها مش مقاسه، الكم طويل قوي والبنطلون ضيق شوية وهو ظاهر عليه إنه مش مرتاح ومخنوق ومتكتف، بس بيحاول يتصرف عادي وكأن مفيش مشكلة. المشهد ده فكرني بينا لما بنحاول نمشي مع عكس اللي جوانا لمجرد اننا نحس اننا مرتاحين ظاهريا، بنضحك وبنبتسم لكن جوانا احساس اننا بنتخنق. طبعا انت بتقول لنفسك دلوقتي وفيها ايه يعني لما نلبس البدلة الغلط؟ البدلة الغلط اول ما بنلبسها بنحس بالامان بس امان مؤقت، لاننا مش ملفتين ومش ظاهرين وكمان مش باينين، لكن مع الوقت بنفقد احساسنا الحقيقي بنفسنا وبنكتشف إننا ما بقيناش نعرف شكلنا من غير البدلة المفروضة علينا. طيب تعمل إيه بقى يا بطل علشان ترجع تلبس تاني البدلة اللي مقاسك؟ أول خطوة لاحظ البدلة اللي أنت لابسها، هل هي ستايلك ولا ستايل حد تاني حواليك؟ هل بتعبر عن الألوان اللي أنت بتحبها ولا هي مجرد ألوان مفروضة عليك عشان اللي حواليك بيحبوها؟ هل مرتاح فيها وأنت بتتحرك وبتمشي وبتشتغل ولا تقيل فيها وبتتحرك بصعوبة كأنك بتزق جبل؟ هل وأنت لابسها بتتصرف بطبيعتك وبأسلوبك وحاسس إن أنت خفيف ولا بتتقمص أسلوب حد تاني وطبيعة حد تاني؟ الخطوة التانية جرب تخفف قطعة منها، مش لازم أبدا تغير كل حاجة مرة واحدة، لكن ممكن تبدأ بقطعة قطعة، مرة بكلمة، مرة بموقف صغير تقول فيه رأيك بصدق، مرة تغير لونها، مرة تغير الجاكيتة دي اللي ما بقتش لايقة عليك، تغير الستايلينج بتاعها اللي بتلبسه كل مرة بنفس الطريقة. تالت خطوة جرب تختبر وتسمع مشاعرك وأحاسيسك، اسأل نفسك هو أنا مرتاح أكتر دلوقتي ولا لأ؟ أنا حابب شكلي أكتر دلوقتي ولا لأ؟ أنا راضي أصلا ومتقبل اختلاف ذوقي ولا برضه لأ؟ آخر خطوة اشتري دايما البدلة اللي بتناسبك وبتناسب حقيقتك، ده مش معناه إنك تبقى ضد الناس، لكن تقف مع نفسك قبل أي حد، تبقى صادق مع نفسك الأول قبل ما تدور على إن الناس تشوفك صادق. جرب تتقبل اختلافك جواك الأول قبل ما تدور على قبول اللي حواليك ليك. مشكلتنا عمرها ما كانت في البدل الغلط، المشكلة إننا نسينا إن عندنا دولاب مليان حاجات شبهنا بس كربسنا القطع فوق بعضها واخترنا نفرض القطع اللي بنكره نلبسها، وبقى دولابنا مليان باللي ما بنحبوش بس اللي حوالينا بيحبوه. النهاردة جرب تشيل قطعة مش شبهك وهتتفاجئ قد ايه براحة غريبة جواك، هتحس ان جسمك بقى اخف، نفسك بقى اعمق، خطواتك كده بقت اسرع وكمان رؤيتك بقت اوضح. انا غدير وده الاستمورن، ودايما هنهي معاك الفيديو وهقولك يا صباح الاستمورنينج القمر.